بمناسبة اللي بيحصل في غزة، ربنا يا رب يساعد الناس هناك ويربط على قلوبهم وينصرهم بإذن الله. ومفيش كلام يتقال، حقيقي بجد مفيش كلام يتقال في ظل ما يحدث وفي ظل إهانة الكرامة والإنسانية والقتل والإبادة اللي بتحصل دي. يعني يعجز اللسان عن التعبير والوصف. سنة 87 أنا كنت في الكويت، كنت في ثانوي. ف يعني الكويت كانت من الدول وما زالت من الدول اللي بتساند القضية الفلسطينية، وكان في عندنا مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في الكويت، وكانوا بيعملوا لهم مساعدات. ومعرفش الوضع دلوقتي ايه، بس اكيد يعني اهل الخير عمرهم ما بيتوقفوا. بس قبل ما اكمل الكلام، اللي يعرفني كويس يعرف ان انا مش من النوع اللي بمسح جوخ، ولا ان انا قصدي ان انا اقول على حد ده انتوا حلوين وكويسين وهم مش حلوين وكويسين. كل الشعوب وكل الناس ليها عيوب وليها مميزات، بس لما يبقى في ميزة الواحد لازم يشهد لها ويقولها بحق الله، لان دي بتبقى شهادة الواحد يتحاسب عليها. فأنا ساعتها كنت في ثانوي، فكنت طالعة بقى على الكاريكاتير اللي بيتعمل عن فلسطين وأحداث فلسطين وحنظلة. ما أعتقدش إن كتير دلوقتي يعرف مين هو حنظلة، ولا يعرف مين الرسام الكاريكاتير ناجي العلي، يعني الأجيال اللي طالعة دي، إنما إحنا طالعين عليها ومتربيين معاها. فاتطلب مننا إن إحنا نعمل بحث عن الأحداث الفلسطينية، واتكلموا عن الانتفاضة بلسان الانتفاضة. أنا كنت شطورة في العربي وفي التعبير. والدي كان الله يرحمه رحمة الله عليه، كان أستاذ دكتور جامعي في جامعة الكويت. كان هو مشهور في مجاله بدون ذكر أسماء وكده. وأنا على فكرة لما حاطة اسمي أنا مش حاطة ما يدل على اسم الوالد، ده اسم الجد بس، علشان ما لا أسيء لاسم أبي، ولا يتقال علشان هي بنت فلان فاتعرفت ولا اتشهرت ولا. المرء بقيمته وليس بقيمة من حوله وأهله وأمواله كمان ومنصبه وقبيلته وعشيرته. فتطوعت ساعتها وقلت أنا عايزة أشترك في المسابقة. 87 دي يعني نقول كان عندي كام، في تانية ثانوي تقريبا. الكويت التعليم فيها 4 سنين 4 سنين 4 سنين، معرفش دلوقتي ايه. كان بكلمكم على حاجة من كام، من 40 سنة مثلا ولا أكتر. 40 سنة، لا أقل شوية من 40، يعني نقول يعني 38 سنة، قال يعني فرقت السنتين دول. المهم، فكتبت البحث ونقحته بطريقتي، وطلبت من بابا ان هو يقراه. فبابا قال لي انا هقراه بس انا مش هعدلك. قلت له مش طالبه ان انت تعدلي، بس قول لي رايك. فقال لي بعد ما قراه قال لي جميل، بس انت محتاجه تتعمقي اكتر وتبحثي اكتر. معلش بس عندي حساسيه. وتبحثي اكتر وتطلعي اكتر علشان تعرفي تطلعي حقائق حدثت بمستندات وبأدلة. لأن أنت لما بتعمل بحث لازم تكتب فيه استعنت بالكتاب الفلاني صفحة كذا، واستعنت بالكتاب الفلاني صفحة كذا، والمقولة دي كذا. يعني حوار مش سهل يعني. فقال لي بصي ادخلي مكتبتي. مكتبة بابا كان فيها ما يزيد عن 10,000 كتاب، الله يرحمه. أمهات كتب بقى، ومن مختلف المجالات، وشعر وسياسة وأدب وفقه وسنة وتاريخ وفلسفة ويعني كل المجالات تقريبا. الله يرحمك يا ابويا. فوداني وجهني عند قسم التاريخ وقال لي عيشي.
فعشت الحقيقة ولقيت كتاب صعب ان انت تلاقيه دلوقتي، اعتقد ان هو مختفي من السوق وملوش وجود. الكتاب اسمه بروتوكولات حكماء الصهيون، اللي هو بيتكلم فيه عن خطة كذا وكذا وكذا وكذا، وإن هما من الدجلة والفرات للنيل لمش عارف ايه شمال وجنوب، والسياسات المتبعة وهيعملوا ايه وهيسووا ايه وهيروحوا فين، ودي الأحداث اللي بتطبق حاليا بالحرف. المهم عملت البحث ونقحته وحسنته وكتبته بتاع 3-4 مرات، فدخلت بيه المسابقة وطلعت في المركز الثاني على مستوى الإدارة التعليمية اللي أنا كنت في مدرسة فاطمة الهاشمية الثانوية للبنات، وفاكرة اسمها طبعا. ويعني طلعت زي ما قلت لكم ايه في المنصب الثاني، يعني المرتبة الثانية. فرشحوني انا والاولى والثالثة ان احنا ندخل مسابقة تانية على مستوى دولة الكويت، والحمد لله طلعت الثالثة على مستوى دولة الكويت سنتها في الأبحاث، وادوني جايزة ساعتها مش فاكرة بالظبط، بس أعتقد إن هو كان ستيريو كبيرة على ما أظن، أو سشوار، والله ما فاكرة، مش فاكرة قوي، بس أنا اللي هو إيه، أنا أصلا خدت شوية جوائز كتيرة كده، فاهمة يعني مش فاكرة الستيريو إمتى والسشوار كان إمتى، بس حاجة كبيرة بقى، حاجة قيمة يعني. ف دايما ده يعني ايه، الفلسطينيين في قلوبنا وجداننا ومتربين على القضية الفلسطينية. كانت 87 دي كانت بداية الانتفاضة، ومش عايزة اقول لكم فرحتنا ساعتها قد ايه ان هم انتفضوا وقالوا لا ووقفوا، كانوا بيقفوا الأطفال والشباب الصغير بالحجارة والتانيين واقفين قصادهم بالأسلحة. وكان برضو أعتقد أن سبب الانتفاضة كان بالمخيمات الفلسطينية اللي كانت موجودة في غزة وقتها، في واحد من الناس اللي هم يعني من الأذر سايد دول، ربنا يعافينا منهم، داس مجموعة من المواطنين والأطفال بجرار على ما أعتقد أو حاجة كده. صححوا لي المعلومة وصححوا لي الكلام لو أنا كنت بقول حاجة غلط، أنا بتكلم على حاجة بقالها 38 سنة يا جماعة. تحية وتقدير ووقفة لشعب صامد ويظل صامدا حتى يحين وقت القصاص، ويا رب يكون قريب إن شاء الله. والكويت كانت أيام جميلة، والفلسطينيين غاليين على قلوبنا وأهالينا، وفي كتير متداخلين معانا بالنسب والزواج، وربنا يرفع عننا الابتلاءات ويحفظنا ويحقق النصر لأهالينا وناسنا في كل مكان، وكل شعب مظلوم تترد ليه المظالم، لأن مهما طال الظلم بيقع وينتصر الحق، دي سنة كونية. ومهما يطول الظلام وحينما يشتد الظلام يأتي بعده إيه؟ الفجر. فالفجر قريب إن شاء الله بإذن الله، وشكراً.